السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد. عرب أشرف حكيمي نجم وقائد منتخب المغرب عن استنكاره لسلوكيات جماهير بلاده خلال الفوز على الأرجنتين 2-1 يوم الأربعاء في مستهل منافسة أولمبياد باريس. وكتب حكيمي عبر حسابه على منصة إكس: لقد بدأنا مشوارنا في الأولمبياد بانتصار مهم، لكن أشعر بالأسف لتصرفات بعض المشجعين خلال المباراة، والتي شوهت صورة جماهيرنا الوفية. وأضاف: مثل هذه التصرفات لا مكان لها في كرة القدم ديم المغرب. فقد اقتحمت الجماهير المغربية الملعب في الثواني الأخيرة من المباراة بعد أن أحرز منتخب الأرجنتين هدفا بدأ أنه التعادل 2-2 في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع، وهو ما اضطر الحكم إلى إيقاف المباراة لما يزيد عن ساعتين قبل أن يلعب 3 دقائق فقط. وألغى الهدف الأرجنتيني عقب مراجعته، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس 2-1. وشعلت الجماهير المغربية الألعاب النارية وألقتها على مقاعد بدلاء الأرجنتين، بالإضافة لقذف زجاجات المياه على راقصي التانغو خلال اقتحام أرض الملعب.